جديدة. النهارده ان شاء الله هكمل سلسلة حاجات هتعجبك هنا في ألمانيا. من ضمن الحاجات اللي عايزك تعرفها ان هنا بيهتم بالتعليم بتاعك. يعني انت مثلا وليكن مهندس، ممرض، دكتور، فانت بتيجي هنا على معادلة الاول، وبعد كده بتبدأ ان انت تشتغل. فترة المعادلة دي بتبقى مقسومة ما بين دراسة وما بين شغل. تمام كده، بتبقى ما بين الحاجتين دول. تمام. هم هنا بيهتموا جدا ان هم يطوروا منك دايما. تمام. وبيدوك يعني بيساعدوك يعني بيظبطوا البيئه اللي حواليك، بمعنى ان الايام اللي بيبقى عندك فيها دراسه يبقاش عندك فيها شغل، والايام اللي فيها شغل خلاص ما عندكش فيها دراسه. فالاسبوع متقسم ما بين يومين اجازه ويومين دراسه وثلاث ايام شغل في في المكان اللي انت فيه. ده بالنسبه لي كتمريض، ما اعرفش الوضع بيبقى ماشي ازاي مع الناس التانيه، بس تقريبا بيبقوا فروقات بسيطه يعني. تمام. هو بيبقى عامل لك كل السبل المتاحه بحيث ان انت تبقى قادر تذاكر كويس، تبقى قادر مثلا تشتغل، بس ما تبقاش مركز في اكتر من حاجه في وقت واحد. تمام. ده بخلاف ان هو بيساعدك في مكان شغلك. انا بالنسبه لي كتمريض بيحصل معايا زي تدريب عملي في المستشفى، وبيبقى في حد مسؤول عني، وبنبدا ان احنا نتكلم ونتناقش في الحاجات النظريه اللي انا باخدها. تمام. وبنقعد ناكد المعلومات على بعض، وبنعمل حاجات عملي بنفسنا في الوحده اللي انا فيها. تمام. فدي حاجه كويسه جدا هنا على فكره، بتبسطك جدا. وان انت بعد ما تخلص معادله وتحصل على الاعتراف بتاعك، قادر ان انت تشتغل في اماكن تانية كتير زي ما تحب، مرتبك بيعلى، تقدر تبعت لاهلك ويعيشوا معاك هنا في المانيا، فالدنيا بتفتح عليك اكتر. وبعد ما تخلص الاعتراف بتاعك وتنجح فيه ان شاء الله، بتبدا ان انت ممكن تحضر دراسات تانية. هنا في حاجات كتيره زي عندنا في مصر برضو، تقدر تحضر ماجستير او دبلومه في العدوى، في الجوده وخلافه. هنا برضو في دبلومات كتيره، بس اقل دراسه فيهم بتبقى سنتين. في كذا تخصصات مش ملم بيها دلوقتي الصراحه، بس هو في حاجات ان انت تقدر تكمل فيها وتطور من نفسك وما تقفش عند حد معين. تمام. دي حاجه كنت حابب اشارككم فيها النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.